اهلا بيكم حلقة جديدة على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا، احنا توب فايف دي قناة متخصصة في الافلام وفي المسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل ترشيحاتنا الجديدة. بنرجع تاني للافلام بقى بعد لما قضينا الاسبوعين اللي فاتوا مع المسلسلات، سواء مسلسلات كورية او مسلسلات تركية، وكانت ترشيحاتنا الصراحة قوية جدا وعملت تفاعل كويس جدا مع الجمهور. وما اننا بقى قدرنا نستنى شوية لحد ما نحقق لستة فيها افضل 5 افلام جديدة لسه نازلة وتستحق فعلا المشاهدة. لان الصراحة 2024 مش زي 2023، بس لستنا النهاردة كل فيلم فيها فعلا يستحق المشاهدة ومش هتضيع وقتك عليه. ترشيحاتنا النهاردة نوعنا فيها كالعادة، اختيارات ما بين الدراما والرعب والرومانسي والاكشن والخيال العلمي. يعني حلقة حلوة قوي قوي، والاختيارات بتمنى انها تعجبكم. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. في المركز الخامس معانا النهاردة بنبدأ الترشيحات بفيلم سبيك نو ايفل، وده فيلم رعب نفسي وإثارة، وهو النسخة الأمريكية من فيلم دنماركي بنفس الاسم برضه، كان نزل في 2022 وعمل ضجة جامدة جدا. وبتدور أحداث الفيلم بقى عن عيلة واحد اسمه دالتون، عيلة أمريكية. ممكن العيلة دي مكونة من أب وأم وبنتهم الصغيرة. بنتهم دي بتعاني من مرض كده، ودي عيلة متوسطة قررت إنها تقضي الأجازة بتاعتها في إيطاليا في منتجع سياحي كده للطبقة المتوسطة. وهناك عيلة دالتون بقى بتقابل عيلة إنجليزية وهي عيلة بادي. بادي ده العيلة دي مكونة منه هو ومراته وابنهم الصغير. ابنهم ده عنده عيب خلقي بيخليه مش بيقدر يتكلم. العيلتين كانوا منسجمين جدا مع بعض طول فترة الرحلة، وده اللي خلى عيلة بادي يعزموا عيلة دالتون عشان يزوروهم في قريتهم البعيدة في انجلترا. وفي الغالب الزيارات دي دايما بتكون زي عزومة المراكبية كده اللي عمرها ما بتتحقق. لكن عيلة بقى تالتون كانت الفترة دي بتمر بظروف صعبة جدا، فعشان كده قرروا انهم يلبوا الدعوة دي، بحيث ان كمان الاجازة لسه مطولة، عشان يروحوا بقى عند بادي ومراته، وتبتدي بقى الدنيا تضلم على الاخر. يا ترى بقى ايه اللي حصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. Be completely normal. I've been pretending it's normal since we got here. Dad? Remember that time you guys came to stay? You flipped out and tried to leave without saying goodbye? في المركز الرابع معانا النهارده بنرشح فيلم تويسترز، واحد من امتع افلام المغامرات اللي نزلت في 2024، ويستحق فعلا المشاهده لان المؤثرات البصريه اللي فيه كانت قويه جدا فعلا. وبتدور احداث الفيلم ده حوالين خبيره ارصاد جويه اسمها كيت كارتر، ودي بتشتغل في الابحاث عن العواصف والاعاصير، او زي ما بيسموهم كده صيادين الاعاصير. واللي في يوم هي وفريقها المكون من 4 افراد قرروا ان هم ينفذوا بحث كده على اعصار، بس النهايه بقى كانت كارثيه فوق الوصف، عشان تقرر من وقتها انها تنسى موضوع العواصف ده خالص وتطلعه خالص من دماغها. وبعد 5 سنين بيعرض عليها جافي، وده كان صاحبها في الفريق معها القديم. دلوقتي هو شغال في شركة رادارات، بيعرض عليها وظيفة لمدة أسبوع بس مع فريقه عشان يجربوا رادار جديد للعواصف. وطبعا بقى بعد الكارثة القديمة دي رفضت أكيد، إنما إحساسها بقى إنها ممكن تساعد الناس خلاها بعد إلحاح كبير قوي إنها توافق، عشان توافق بقى بعد كده وتشارك في الفريق. الفريق ده اللي بيضم واحد من أشهر صيادين الأعاصير في اليوتيوب كله، وهو اسمه تايلور، أو زي ما بيسموه تورنيدو رانجرز. وده يبقى واحد بقى من أقوى الناس اللي بتتكلم عن الأعاصير في اليوتيوب. يا ترى بقى مصير الفريق ده هيكون إيه؟ كل ده تعرف في أحداث الفيلم الحلو قوي ده. You don't face your fears. You ride them. We got twins! Twins! في المركز الثالث معانا النهاردة بنرشح فيلم It Ends With Us، الفيلم الدرامي الرومانسي اللي الصراحة بقى كان حقق إيرادات قوية جدا في شباك التذاكر.
بتدور أحداث الفيلم ده حوالين ليلى بلوم، ودي بنت بيموت أبوها، لدرجة وهي في الجنازة بيقولوا لها اذكري أحسن 5 حاجات لباباكي، معرفتش تقول أي حاجة ونزلت ومشيت، عشان بعد كده تقرر إنها تسيب المدينة بتاعتها دي عشان تروح بوسطن، في محاولة بقى إنها تحقق حلم حياتها. حلم حياتها كان هو إيه؟ إن يبقى عندها محل ورد. وفعلا بقى بتبدأ في تحقيق حلم حياتها ده، بس عن طريق الصدفة بتتعرف ليلى على دكتور جراحة أعصاب اسمه رايلر، اللي من أول نظرة هما الاتنين بيقعوا في حب بعض، بس دايما أول نظرة دي يا إما بتدوم يا إما بتروح بسرعة. علاقتهم مع بعض بتاخد منحنى صعب جدا جدا لما بيظهر فجأة في حياة ليلى واحد اسمه أطلس. أطلس ده يبقى مين بقى؟ أطلس ده يبقى حبها الأول، اللي بيحاول دلوقتي بكل الطرق إن هو يرجعها ليه تاني. يا ترى بقى إيه الأسرار اللي في حياة ليلى ومخبياها، وإيه اللي هيحصل؟ كل ده تعرفه في أحداث الفيلم الحلو قوي ده. If one day you had a daughter, What would you say to her? she came to you and said the person she loved was hurting her, What would you say to her? none of this is your fault. As hard as this choice is, we break the pattern. Or the pattern breaks us. في المركز التاني معانا النهاردة بنرشح فيلم الأكشن والتشويق ريبل ريدج، واحد من أفلام الميزانية المحدودة، إلا إن القصة بتاعته كمان حلوة جدا وبتشدك أغلبية أوقات الفيلم، اللي بتدور أحداثه حوالين واحد اسمه تيري ريتشموند. وده واحد كان رايح بالعجلة بتاعته لمدينة في ولاية لويزيانا عشان يدفع كفالة ابن عمه اللي محبوس احتياطي هناك، وكان لازم يروح قبل ما ابن عمه ده يترحل، لأنه لو ترحل هيحصل مشكلة كبيرة جدا. وهو في الطريق عربية شرطة الدولية وقفته وخبطته، عشان بعد لما تفتشه تكتشف ان معاه فلوس كتير، اللي هي اصلا فلوس الكفالة، غير كمان فلوس تانية عشان كمان كان عايز يبدأ هو وابن عمه مشروع صغير. بعد كلام كتير قوي مع الدورية قرروا ان هم لا، لازم يحرزوا الفلوس دي عشان مصدرها مجهول. وبقى دلوقتي بقى هو وابن عمه في ورطة كبيرة جدا جدا. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل وهيتصرف ازاي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الحلو قوي ده. These cops might end up on top, but they don't get any more outs. Suspect is armed. He goes down. He does not get back up. It's gotten out of hand. People getting hurt now. So I was thinking, what if we just walk away? Well, now you're starting to talk. I was like, nah. المركز الأول في حلقتنا النهاردة أكيد حجزناه الفيلم ديدبول أند وولفرين، الجزء الثالث اللي بيرجع تاني بعد نجاحات كبيرة جدا للجزء الأول في 2016 والتاني في 2018 عشان برضه يتصدر شباك التذاكر في 2024. الجزء اللي بتدور أحداثه حوالين شخصية وايد ويلسون المشهور بديدبول، اللي خلاص بقى في الجزء ده قرر ان هو يسيب حياة الأبطال الخارقين دي ويختار بقى شغلانة هادية كده ما فيهاش لا وش أبطال خارقين ولا فيها مشاكل. واختار بقى ان هو يشتغل ايه؟ اختار ان هو يشتغل تاجر عربيات مستعملة. الدنيا تمام وهادية لحد ما في يوم بتتشقلب الدنيا كلها لما بيقابل مين بقى؟ ممثل من وكالة اسمها TVA، ودي وكالة بتشرف على الكون كله، واللي بيبلغوا ان الكون في خطر رهيب، وان الحل الوحيد لمحاربة الخطر ده ان هو لازم يتحد مع لوجان او مع وولفرين. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الحلو قوي ده، اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو المركز الأول معنا في حلقة النهاردة. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.